ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وباحسن حال. وحشني من الفيديو اللي فات. موعدنا النهارده كده مع فيديو جديد، وهيكون فيديو مشتريات الاسبوع. انا اتعودت معاكم من زمان، من مده طويله، ان انا دايما بنزله يوم سبت. بس طبعا انا كل يوم اقول ايه، لا انا هنزل بكره هنزل بكره، كسل. وفي نفس الوقت انا عارفه ان انا هتصدم من الاسعار اللي تحت. طبعا انا بقى مش عايزه اديكم طاقه سلبيه. طبعا كلنا عارفين الغلو اللي احنا فيه، وطبعا الاسعار اللي احنا فيها. طبعا انا كنت الاول بنزل ب 200 و250 و300. طبعا النهارده يعني هتشوفوا دلوقتي انا نزلت بكام واتبقى معايا كام. بس قبل ما ابدا الفيديو متنسوش تحطوا لايك، دعوه حلوه، وكمان كومنت جميل زيكم كده تحت في التعليقات. وكمان هقول لكم على كذا حاجه كده بعملها قبل ما بنزل السوق. مبدئيا كده طبعا ان انا بفرز الحاجه اللي عندي، وببدا اشوف ايه اللي انا محتاجاه، وبجيب ورقه صغيره زي دي كده، وببدأ أكتب فيها الحاجة كلها اللي أنا محتاجاها. طبعا أنا كان شبه كل حاجة عندي من الخضار مش موجودة. كمان أنا كنت كل أسبوع بنزل ب 200 زي ما انتم ما بتشوفوا كده. بس أنا كنت بحتاج، يعني الحاجة ما كانتش بتكمل معايا يومين 3 أيام وكانت بتخلص، فكنت بضطر إن أنا أجيب. عشان بس ايه، ابقى صريحه معاكم وما اطلعش اقول لكم لا ده حبه البصل دول بيكفوني الاسبوع كله. لا يا جماعه، انا الحاجه دي كانت بتخلص معايا، ما كانتش بتكمل. فانا النهارده قلت لا، انا كده بهدر اكتر في الميزانيه وبصرف فلوس اكتر. فانا حته ان انا اجيب حاجات خلال الاسبوع دي بتخليني اصرف فلوس كتير برضو. فانا قلت هعمل ايه بقى؟ قلت لا، انا هنزل ب 400 جنيه المره دي، وهنزل اجيب حاجتي يعني ايه على قد بقى الاسبوع كله، ما تجيش مثلا يومين والاقيها خلصت. خلاص. حبيت برضه اكون صريحه معاكم. انتوا طبعا عارفين ان انا دايما كل حاجه بقولها لكم بصدق، ما بكدبش عليكم. واللي عايز يتابع معايا الاسعار ويكتب معايا بورقه وقلم يحسب. انا الحمد لله زي ما بطلع زي ما بجيب زي ما بوريكم كده. وهوريكم كمان اتبقى معايا كام في اخر الفيديو. خلاص. بص، مبدئيا كده اول حاجه انا جبتها، جبت البطاطس دي. البطاطس دي كانت الكيلو منها ب14. انا ضربت عصفورين بحجر واحد. يعني الاسبوع اللي فات كنت بجيب بحسب الفلوس اللي انا عاوزاها، ب10 ب15 ب20 كده. انا قلت برضو لا، انا هحاول ان انا ما اجيبش اقل من 2 كيلو في البطاطس، لان البطاطس من الحاجات اللي انا بحتاجها كتير. في عشوة بقى، جنب غدا، بصراحة بتفرق معايا كتير جدا. فانا البطاطس دي كانت ب 14 جنيه، انا جبت 2 كيلو ب 28 جنيه، قلت له لا حط لي بال 30 جنيه. فدول كده ب 30 جنيه من البطاطس. طبعا البطاطس انا لفيت السوق كله في اسعار متفاوته، بس انا حبيت ان انا اجيب من واحد انا بتعامل معاه وعارفه حاجته قد ايه هي بتكون نظيفه وموثوق فيها. يعني البطاطس دي بتبقى انا واثقه انها بتاعه تحمير. سألته بكام الطماطم، قال لي الطماطم ب25 جنيه. قلت له ليه؟ ما قدام ب22 جنيه وب23. قال لي لا بصي، هتلاقي الطماطم اللي عندي دي غير اللي عند كل الناس. وبالفعل يعني انا التانيين اللي ب22 جنيه ديت كانت صغيرة قوي وكان فيها بايظ كتير. فانا قلت لا، طب انا هجيبها ب22 وهقدر فيها واقطع نصها وارميها، ولا اجيبها كلها تكون سليمه وكبيره كده وحمرا وجامده وحلوه. فجبت دي ب25 جنيه. انا برضو قلت له حط لي ب30 جنيه، يعني دول ازيد من الكيلو. خلاص. ان شاء الله باذن الله الكميه دي هحاول انها تكفيني الاسبوع كله، ما اشتريش تاني بقى في خلال الاسبوع، علشان خاطر فعلا الميزانيه بتهدر مني جامد. الخيار كان الكيلو منه ب16، يعني النص ب8. انا قلت له حط لي ب10. يعني كده انا جبت ازيد من النص، حاجات بسيطه. وفي نفس الوقت بقيت برضو بجيب، يعني بدل ما اجيب نص ب8 انا قلت له لا، يعني انا وحدت السعر اللي هو 10 جنيه خيار، 30 جنيه بطاطس، 30 جنيه طماطم. كمان البصل لقيته عنده ب26 جنيه. قلت له برضو ده اللي قدام ب25. آه، بصوا انا فعلا حسيت ان البصل عنده كده ناشف وماسك نفسه وحلو كده. فبصراحة انا ارتحت ان انا اجيبه. اي نعم هو اغلى واحد في السوق، بس انا قلت يلا ما بديهاش بقى، عشان الحاجة تقعد معايا وتكون حلوة. جبت البصل كله الحجم اللي انتوا شايفينه ده، اللي هو انا اصلا كنت زمان عمري ما كنت بجيب الحجم الصغير ده، غير مثلا لو للشوربة. لكن دايما كنت بجيب الكبير وافرزه. طبعا مع غلو الاسعار فصعب قوي ان انا اجيب الكبير، لاني هيوزن معايا، هلاقي الكيلو قطع كام واحدة كده بسيطة. فانا جبت منه صغير على وسط، بحيث ان ايه يرمي معايا كمية حلوة. كان ب26 جنيه، انا قلت له حط لي برده ب30 جنيه. يعني بطاطس ب30، الطماطم ب30، البصل ب30، الخيار ب10، يعني كده 100 جنيه مقفولة. خلاص. اما بقى بالنسبة للفلفل، انا الاول جبت الليمون عنده الربع ب2 جنيه ونص، بس انا حسبولي على اساس ان هو 2 جنيه يعني. جبت ربع ليمون. انا عارفة ان الليمون في ناس بتبيعه ب8 جنيه، بس صغير جدا قد البلية.
فانا قلت لا خلاص بقى، بما ان انا جبت منه كل حاجه فما جاتش على الليمون، وبصراحه حسبهولي ب2 جنيه وربع. الربع ده ممكن يقعد معايا 10 ايام، انا لسه اصلا عندي ليمون بس قلت اجيب برضو مش هيخسر. جبت ربع ليمون ب2 جنيه يعتبر خلاص. وجبت كمان الفلفل الرومي ده والفلفل الحار، من عنده برضو الكيلو منه ب 18 تقريبا، ب 18، لا ب16 جنيه الكيلو. انا بصراحة جبت قد ايه، بصوا انا قلت له حط لي نص، انا قلت له حط لي نص، يعني ده كده نص كيلو. النص كيلو ب8، عشان انا قلت له هاخد الليمون ب2 جنيه يبقى كده 10 جنيه مقفوله. فجبت نص كيلو من الفلفل، بس جبت 3 قرون حار بس، لان انا عندي فلفل حار في التلاجة. خلاص. اخر حاجه بقى كنت هجيبها في الخضار، الجزر سعره صدمني يا جماعه، الكيلو منه ب26 جنيه. ليه يا جماعه؟ ليه يعني؟ انا عايزاكم كده تقولي لي الاسعار عندكم عامله ايه. انا لقيت الجزر ب26 جنيه، انا نقلت كده 3 وحدات كده صغيرين، قلت له انا عايزه ب5 جنيه بس، على اساس ان انا مش بستخدمه كتير، وفي نفس الوقت برضو ممكن احتاج حاجه احتاج فيها الجزر ده يكون فريش. البتنجان اللي هو المخدد ده كان الكيلو منه ب8، انا جبت برضو ب5 جنيه، قلت له حط لي ب5 جنيه بحيث ان يبقى ب5 بتنجان وب5 جزر، يبقى كده 10 جنيه مقفوله. فاللي هو انتوا لو حسبتوها 100 جنيه بطاطس وبصل وطماطم وخيار ب100 جنيه، و10 جنيه جزر وبتنجان يبقى 110، و10 جنيه ليمون وفلفل يبقى كده 120 جنيه. 120 جنيه خضار. حاولت ان انا اجيب اي صنف اصلا خضار افرزه في الفريزر، ما لقيتش اي حاجه، لقيت الباميه مش حلوه خالص وب42 جنيه، فما جبتهاش بصراحه. والكوسه برضو مش هفرزها لانها ما بتبقاش حلوه في التفريز وغاليه. جبت حزمه الجرجير دي كانت ب2 جنيه. الحاجه الوحيده اللي لقيتها رخيصه شويه هي الملوخيه. الملوخيه دي كانت ب8 جنيه، انا جبت كده حزمه حلوه قلت له وزنها لي، قطعت معايا 6 جنيه ونص. فقلت بقى ايه، هقطفها كده وممكن ايه افرزها وخلاص، يعني انا مش عارفه برضو لسه هفرزها ولا اعملها من ضمن الطبيخ الاسبوع، بصراحه لسه مش عارفه. المهم ان الخضار ده كده كله قطع معايا يعني ايه في حدود 6 ونص، يعني قولوا مثلا في حدود 130 جنيه، الا حاجات بسيطه ل 2 جنيه ولا حاجه. 130 جنيه خضار. ولا جبت فيه خضار افرزه، يعتبر الملوخيه برضو مش خضار للتفريز ولا حاجه. المهم جبت كمان الفاكهة، انا جبت ايه، لقيت الفاكهة الجوافة كلها في السوق ب20 جنيه. فالمهم لقيت واحد كده واقف بعربية بيقول ب15 جنيه، هي كانت حلوة بس هي اتهرت شوية وانا جاية في الشنطة. فالمهم قلت كده هاخد كام واحدة كده نعملهم ايه ناكلهم، والباقي هفرزه كده في الفريزر او اعمل منه ايه عصير. دي كانت بكام؟ كانت ب15 جنيه، جبت 2 كيلو ب30 جنيه. بصوا زي ما انتوا شايفين اهو، انا بحاول اوريكم، هي كويسة بس في كام واحدة كده هي اللي طريت من الشنطة، لان انا بحط كله في شنطة السوق بصراحة لاني ما بقدرش اشيل. فكم واحدة كده بس اللي تريد، يعني جبت كده فاكهة ب30 جنيه. كنت عايزة اجيب طبعا اكتر من كده بس انا ما لقيتش حاجة حلوة قوي يعني تحت. بصوا كمان جبت ب5 جنيه مخلل، وبيحط لي كده فيه مية علشان يحفظه، فما حبيتش ان انا اكتر بصراحة من المخلل، جبت ب5 جنيه بس. خليكم متابعين معايا لحد نهاية الفيديو عشان تشوفوا اتبقى معايا كام، وكمان جبت صنف لحوم. فخليكم متابعين معايا. طبعا زي ما قلت لكم نزلت ب400 جنيه، يعني طبعا استحاله كنت اعرف انزل ب200 ولا حتى 250، خلاص ما بقاش فيه الكلام ده. زمان كنت بنزل ب200 جنيه دول اجيب اصناف الخضار كلها وافرز واعمل واجيب فاكهه واجيب حاجات عشاء بال200 جنيه، دلوقتي لا صعب بصراحه، عشان ما نضحكش على بعض. بصوا بقى كمان جبت الطحينه دي، الطحينه برضو اسعارها متفاوته من علاف للتاني، يعني العلاف ده انا لقيت الطحينه عنده ب90 جنيه، في علاف تاني قال لي ب120 ولا مش عارفه بكام. هي يا جماعه ولا كان كام 35 الربع. آه لا ايه ده، النص ب35 يعني بكام ب70. المهم يعني ان انا جبت من عند العلاف ده قلت له حط لي ب20 جنيه طحينه. وجبت كمان ب5 جنيه عسل اسود لاني مش بستخدمه كتير بس بحب يكون عندي في التلاجة. جبت كمان ب5 جنيه اكياس كاتشب. عايزه اقول لكم ان الاكياس الكاتشب دي والمايونيز يعني اعتبر خاربه بيتي. ليه؟ لاني دايما بستخدمها كتير، فانا فكرت من بدايه الشهر الجاي ممكن مثلا بدل ما اجيب اكياس، لان هي بصراحه بستهلكها كتير قوي، فممكن اجيب مثلا اللي هي الازاز الكبيره دي
واشوف انهي التوفير بالنسبه لي، الاكياس دي ولا العلب اللي هي بتبقى على بعضها اللي هي بجيبها من السوبر ماركت. جبت كمان اكياس التلاجة دي اللي هي بتاخد النص كيلو من اللبن. جبت ب5 جنيه، طبعا ما بقاش فيها اقل من 5 يعني، ده من زمان. فجبت ب5 جنيه. كل فترة كده اجيب نوع من انواع الاكياس اللي انا بستخدمها اللي بتكون قربت تخلص من عندي. كمان جبت ايه، جبت الردة دي ردة ناعمة عشان لو هعمل كبدة بالردة ولا حاجة، بس دي بحتفظ بيها في التلاجة عشان ما تبص معايا من الحر. جبت ب3 جنيه، ما شاء الله حبة محترمين يعني. هنيجي بقى لاسعار البيض. مش عارفه ده البيض اللي لا لسه البيض ما جاش وقته يعني. جبت كمان كيلو من الصابون السايب. ده ب5 جنيه من عند بتاع المنظفات اللي انا اتعاملت معاه خلاص وبقيت بجيب من عنده. يعني انا لسه عندي الجيركن اللي هو ال2 لتر ده لسه ناقص نصه، فقلت كده اجيب عليه كيلو اكمله يعني، بحيث ان ايه عكس ما يفضى خالص وابدا ان انا اجيب بكميات كبيره يعني وكده. فجبت كيلو ب5 جنيه صابون سايب. هنيجي بقى للبيض. البيض اسعاره طبعا انتوا عارفين الاسعار غاليه نار يعني. انا البيض لما كنت بجيب 10 بيضات، عايزه اقول لكم كنت بحتاج اخر الاسبوع بيض، لان انا البيض ده اساسي بالنسبه لي في الفطار، ولو هعمل كيكه خلاص بقى كده عوضي على الله والاقي البيض خلص. فكنت بنزل مثلا وانا نازله مثلا اجيب من عند السوبر ماركت بيض، عايزه اقول لكم بيبقى قد البليه، لان هو اللي بيحط لي. وفي نفس الوقت البيضه بتتحسب ب4 جنيه ونص خلاص، وبيكون بيض ابيض. فالمهم قلت لا ما بديهاش بقى، رحت رايحه عند العلاف. نقيت انا البيض، بصوا بنقيه حلو ازاي. حاولت انقيه كويس ونقيته احمر مش ابيض. وكانت البيضه واقفه عليا ب4 جنيه 75 قرش. لا انا جبت نص طبق بيض. الطبق على بعضه ب134 جنيه، الأحمر والأبيض ب132 جنيه. فأنا جبت 15 بيضة قطعوا معايا 67 جنيه بالظبط، عشان ساعتها كملت ال70 جنيه ب3 جنيه ردة. خلاص، فجبت نص طبق بيض 15 بيضة، دول بقى ان شاء الله بإذن الله هيكفوني الأسبوع. وهرجع تاني زي زمان، مش هجيب عينات زي ما كنت بعمل على أساس ان انا امشي نفسي، لا انا كده هجيب حاجات تكفيني الأسبوع. بالنسبه لاكله اللحوم، انا جبت سمك الاسبوع دوت، لاني بصراحه نفسي راحت له بقالي كتير يعني الاسبوع اللي فات ما اكلتهوش. فقلت كده اجيب سمك. السمك البلطي دوت كان في حجمين، حجم دوت ب65 جنيه كيلو، وفي الحجم الاكبر منه سنه بسيطه ب68 جنيه. فانا بحب الحجم ده بصراحه. قلت كمان عشان الميزانيه بتاعتي، فجبت 6 سمكات على عددنا يعني حسب ما احنا بناكل. قطعوا معايا كيلو ونص بالظبط، قطعوا معايا 100 جنيه الا جنيه، يعني اداني جنيه من ال100 جنيه. دي كده الاكله بتاعت اللي انا جبتها الاسبوع دوت، يعتبر قولوا ب100 جنيه و300 جنيه بقى حاجه اللي انتوا شايفينها دي كده كلها. بصوا بقى اتبقى معايا كام. اتبقى معايا 10، ادي 20، 25، 26، 27، 28 ونص. اتبقى معايا 28 جنيه ونص من ال400 جنيه. فضل ونعمة طبعا، دول انا هخليهم معايا. احتجت بقى اي حاجة كده في خلال الاسبوع ممكن اجيب بيهم ال28 جنيه ونص دول. ده كان فيديو النهاردة، يا رب يكون الفيديو عجبكم استفدتوا منه. قولولي تحت برضو في التعليقات الاسعار عندكم زي عندي ولا لأ. ما تنسوش الدعوة الحلوة. اشوفكم على خير، مع السلامة.